ضابط وقعة مدينتي غالبا مش هياخد إعدام. في الوقت اللي كلنا مشغولين فيه بمصير ضابط وقعة مدينتي النقيب زياد حسام الدين المتهم بالصيدلانية بسمة علي والشروع في قتل زوجها الدكتور حمدان زكي وأطفالهم في حادث دهس متعمد داخل كومباوند مدينتي. أولا خلينا نوضح مين اللي هيحاكم المتهم. موقع ما تصدقش اتواصل مع خبراء ومتخصصين وحسم الجدل اللي على السوشيال ميديا بسبب وصول المتهم أمام القضاء العسكري رغم ان الضحايا مدنيين، ولكن شئنا أم أبينا وفقا للدستور المصري وقانون الأحكام العسكرية اللي لازم يحاكم المتهم زياد حسام الدين هو القضاء العسكري عشان هو فرد من القوات المسلحة، لأن المادة 204 من الدستور المصري بتنص على ان القضاء العسكري بيختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها ومن في حكمهم والجرائم المرتكبة من افراد المخابرات العامة. تاني سؤال مهم وهو وفقا لاي قانون هيتم محاكمة المتهم، رغم ان المتهم عسكري لكن هيتم محاكمته وفقا لقانون العقوبات العام اللي بيسري على المدنيين وفقا للمادة 167 من قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 واللي بتنص على ان كل شخص خاضع لقانون الأحكام العسكرية ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بيها بيعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة، وإذا كان من العسكريين بتشدد العقوبة. نتمنى فعلا أن العقوبة تكون مشددة عشان حقيقي الجريمة صعبة جدا. الخلاصة أن لو ضابط ارتكب جريمة في حق مواطن مدني بيتم محاكمته وفقا لقانون العقوبات العام لكن أمام القضاء العسكري. طب إيه بقى السيناريوهات المتوقعة لمحاكمة الضابط المتهم؟ حسب المتحدث الرسمي للقوات المسلحة النيابة العسكرية أسندت للمتهم جريمة قتل العمد والشروع فيه، يعني تم استبعاد تهمة قتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واللي المفترض أن عقوبتها بتكون وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. طب ازاي مفيش إصرار وترصد رغم ان كان متعمد اللي حصل؟ تهمة الإصرار بتسقط عشان ما كانش فيه وقت ما بين إرادة القتل وفعل القتل نفسه، وتهمة الترصد بتنتفي علشان ما كانش يعرف المجني عليها ولا مترصد لها في حياتها العادية، ووفقا للكلام ده هيتحاكم المتهم بحسب المادة 234 من قانون العقوبات واللي بتنص على ان من نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بيتعاقب بالسجن المؤبد 25 سنة أو المشدد من 10 ل 15 سنة، وقد يحكم على فاعل الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. النقطة دي مختلف فيها الخبراء القانونيين، منهم اللي شايف أن أقصى عقوبة هتكون المؤبد لأنها تهمة عمد فقط، وجريمة الشروع ما تعتبرش جريمة مقترنة لأن المقصود بالجريمة المقترنة جرائم زي السرقة بالإكراه وما شابه. خبراء تانيين شايفين إن وارد إن المتهم ياخد لو تم اعتبار الشروع في جريمة مقترنة. عامة أيا كان الحكم فالضابط هيقضي العقوبة في السجن الحربي مش في السجون العادية ولا المشددة. في النهاية منتظرين حكم القضاء وعدل ربنا اللي فوق كل شيء.